شوربة الكوارع هنعملها النهاردة في حلة الضغط. معانا الكوارع، اول حاجة كده هنحط عليها بعد ما نغسلها بشوية مية هنحط عليها دقيق، وبعد كده هنغسلها تحت الحنفية لما نتخلص من الدقيق نهائي قبل ما ننقعها في محلول نقع الكوارع اللي هو عبارة عن مية ومعلقة ملح خشن او ناعم ومعلقة سكر، وهنسيبها ممكن ليلة في التلاجة او على الاقل ساعتين علشان نتخلص من ريحة الكوارع، وفي نفس الوقت المحلول دوت بيسرع من عملية سوى الكوارع. طبعا هي بتبقى جاية من عند الجزار كده متقطعة بالمنظر ده جاهزة، ومية سخنة كده مية بتغلي وهنسقط فيها الكوارع، وهنضيف معاها بصل وفلفل اسمر وروزماري وحبهان ورق لوري وفصين توم. هي خدت معايا فترة سوا في حلة الضغط حوالي ساعة. لو حابين ممكن بعد ما تتسلق ممكن ندهنها بالطماطم ونحطها تحت الشواية كده تاخد لون. لو حابين ناكلها كده مسلوقة ونشرب الشوربة بتاعتها، او ممكن نستخدم الشوربة بتاعتها مثلا في اكلات تانية زي المحشي زي شوربة العدس. ده شكلها معانا بعد ساعة، ريحتها وطعمها تحفة جدا. طبعا حطينا الملح اخر حاجة علشان خاطر ممكن يكون بيقلل من عملية السوا، فخلينا في الاخر. والسلام عليكم.